اليوم سويت وصفة من بلد يعرف بالصبر، بلد مرت عليه الشدة وظلت واقفة بثبات وبصبر. أيوب وصفة يمكن شكلها بسيط بس ريحتها تروي حكاية أرض كاملة. اليوم حامل المسخن الفلسطيني بس حامل باللحم. أنا جبت لحم خروف، حضيف عليه البصل بكمية كبيرة، وعندي هنا الهيل والفلفل الأسود وورق الغار. حضيف فوقها السماق البلدي، حنضيف كمية كبيرة من زيت الزيتون ونضيف عليها الملح ونبدأ نفرك. وأهم شيء نخلي اللحمة على الوجه عشان نبغاها تتحمر معنا وندخلها الفرن. حطيتها في الفرن على حرارة 200 من فوق ومن تحت لمدة ساعة ونص لين ما تحمرت معانا، وبعدين قصرتها وخليتها كمان ساعة. على فكرة أنا فكيتها قبل ما أصور حاجة. ناخذ من اللحمة رشها بزيت الزيتون، طبعا الزيت الزيتون هذا أصلي يا جماعة. وفي التقديم حنبدأ بخبز الصاج ونحط طبقة من البصل المكرمل. شايفين اللحمة كيف تقمرت وصار لونها عودي؟ هذا الشيء اللي نبغاه. ونزينها بشوية صنوبر ونرش رشة زيت زيتون من الصينية. كده عملنا المسخن الفلسطيني باللحم. شوفوا منظر اللحم، واو شايفين؟ وهذه فائدة اللحم، انك تطبخوه بدون قصير لين يتحمر وبعدين تقصروه عشان يستوي معاكم زيادة. اخذت معانا 2.5 ساعة في الفرن. شوف حاجة فاخرة من الآخر. ناخذ من خبز الصاج، ناخذ من اللحمة نغمسها في زيت الزيتون وناخذ شوية بصل. بسم الله. حاجة فوق الخيال.